يا جماعة أنا حجيب لكم قصة عجيبة وفعلها أكبر شيخ في بلاد الشام، وهو شيخ الشيوخ كلهم على الإطلاق. كل من يقول أنا عالم هو تلميذ وثمرة لهذا الرجل، هو الشيخ بدر الدين. فعل فعلا والله الجبال لا تحمله ولا يمكن أن تخطر على البال. شو عمل؟ تعرف شو عمل؟ راح لأسوأ طبقة من الناس فاجرة وأصلحها. كيف أصلحها؟ عمل عراضة وراح هو وتلاميذه، وراح على المحل العمومي، محل البغايا. البغاء النساء اللي تستعمل الزنا، تستعمل العرض حتى تعيش منه. لهالمستوى من الناس استطاع أن يصلحهم. كيف؟ الشيخ بدر الدين اختار واحد من تلاميذه الكبار بالستينات عمره، لحية وعمة وجبة والشعر كله أبيض. قال له بتروح على المحل العمومي. هي قصة مو خيال، حقيقة. روح على المحل العمومي. طلع على الشيخ قال شو محل عمومي؟ أنا روح على المحل. أعوذ بالله، مقهى ندخل. روح على المحل العمومي، محل البغايا، النساء الساقطات. شو مهمته؟ شو مهمته؟ قال له بتخوض هالهدايا وخوض هدول الليرات الذهبية، وبتشوف الكبيرة تبعهم، بتجيبها وتقول لك تجيب كل البنات اللي عندك، وقل لهم الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم. شو هذا؟ شو هذا؟ الشيخ بدر الدين بيسلم على البغايا؟ شلون عم يسلم عليه؟ عم يسلم عليهم الشيخ بدر الدين. مو بس هيك، أكثر من السلام. وكل واحدة لها الليرة الذهبية وهالهدايا لهم. وبعدين شوف بعدين بيطلب منكم الدعاء. الله أكبر. الشيخ بدر الدين يلي ما كان ينام على الأرض وصايم الدهر والدنيا كلها تذل وتخضع أمامه، يطلب من البغايا الدعاء. بالله عليك حط لي بالموازين كلها، أي ميزان بيقبلها هذا. لكن ثقوا تماما أنها كانت مؤثرة. لما سمعوا الشيخ بدر الدين عم يقول لهم بده دعاكم للشيخ بدر الدين، شو سووا؟ تقتل حالها وتبكي وتعلن توبتها إلى الله. وطلعوا من المحل وكلهم صاروا أشراف وصار لهم أزواج وحدوا بيوتهم، وانتهى موضوع المحل العمومي. إيه أنا ما بيطلع بإيدي لو بحمل 1000 زلمة نروح أنا وياهم بالعصي والخرزانات والله ما بطالع وحدة. لكن عرف الشيخ يطالعهم. بإيش طالعهم؟ بإيش طالعهم؟ حبة غيرة عليهم، ما بده اياهم يتعذبوا بنار جهنم. ولذلك كان الشيخ مقامه عالي كتير. يعني لما انت بتعمل هيك كل مالك ترتفع عند الله. بيجي عنده نصرانية بتقول له ابني محكوم بالإعدام. ومين بده يعدمه؟ جمال باشا اللي كانت الأرض ترجف من تحته وهو يمشي. جمال باشا بده يعدمه. وإجت لعند قالت له أنت ما في غيرك يخلص لي ابني منه. والله كبيرة هي، والله كبيرة. وراح بنفسه لجمال باشا. مين؟ بدر الدين الحسني. لوين؟ للطاغية الكبير جمال باشا. شو طلب؟ طلب أن يعفو عن هذا النصراني يلي حكم عليه بالإعدام. مو بس أفرج عنه وأطلق سراحه، كل المحكومين معه من المسلمين أطلق سراحهم كرمال الشيخ بدر الدين. هيك أخلاقه الله يرضى عنه. ماشي هو وجماعته، إجا واحد يهودي سلم على الشيخ، بيعرفوه ناس ماشيين معه بيعرفوه.
سلم على الشيخ بدر الدين وقبل إيده، ما كان يرضى، رفع إيده ما أعطاياها. قال له ادعي لي. شو قال له واحد حسب ما بيعرف الشيخ؟ قال له سيدي يهودي هذا، يهودي هذا. قال له مين قال لك حيموت يهودي؟ مين قال لك حيموت يهودي؟ الآن حي، بكرة شو بيصير فيه ما بتعرف، يمكن يسبقني. هكذا كانوا يربون، هكذا ينظرون إلى العصاة، ما كان ينظرون إلى أنهم مجرمين وهن ما شاء الله أكابر، وأنهم يستحقون العصا والضرب والكذا والقطيعة وهن ما شاء الله مكرمين. كان يرى نفسه دون الناس جميعا. ولذلك الله عز بهذه الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، والحمد لله رب العالمين.